السلام عليكم البنات، كي راكم احباباتي؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع بخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه جيده. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن صحه واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم سيداتي كما راكي تشوفي جبت لكم وصفه تاع حرشه تجي بزاف شابه، حرشه سهله واقتصاديه. نوضي واخري عليك العجز ونوضي ديريها لوليداتك فرحيهم، وديريها لراجلك ما تضليش غير قاعده وتشمي في الروايح عند الجوارين. هذه دايره باغي، هذه مسمن، هذه مسكوتشه، وانت غير تشمي في الريحه. وثاني لا راكي عازبه عند في دار والديك، ثاني والديك يستاهلوا باش تفرحيهم تخدمي عليهم، ماشي شرط ديري غير للزوج والاولاد. المهم حباباتي كما راكم تشوفوا هنايا درت 3 عبار تاع سميت نوعيه عفوا الرقيقه، هذيك رقيقه. درت 3 عبار يعني 3 تاع لي بول. وانتوما هنا الحجم تاع البول كيما تبغوا تكبروا تبغوا تصغروا، المهم نفس الحجم كيما شفتوا حباباتي. وغادي نضيف عليها واحده نص باكي تاع خميره كيميائيه، خميره تاع الكاطو كيما شفتوا. درت غير نص باكي، هذيك اللي توزن 10 غرام، درت غير نص تاعها. وزدت عليها الملح كيما راكم تشوفوا. دائما الملح يعني اللي يعطي الوصفه يجي الذوق تاعها نيشان معتدل كيما راكم تشوفوا حباباتي. وهنا غادي نضيف مغرف تاع عسل. هنا اغلبيه نديرو حنا في مبسس ولا فطيره ولا اي حاجه نديرو سكر. اليوم انا درت عسل، مغرف تكون كبيره معمره مليحه عسل باش تحمر لنا الحبه تاعنا وتجي ثاني حلوه. وهنا درت كاس كيما شفتوا تاع كاس تاع لاتاي تاع زيت، واللي عندها الزبده دير مغرف كبيره تاع زبده ثاني تعطيها بنه بزاف شابه. ونبسس هذوك المكونات مليح مع بعضهم. لكم هذه الوصفه تجي بزاف شابه وسهله. كما تعرفوا رانا مقبلين على دخول مدرسي، يعني مليحه لو كان نديروها في بورسمونجي نعطوها لاولادنا يتقهووا بها، ولا ثاني لو كان نعطوها لهم يدوها معاهم القرايه ونديروا لهم فيها عسل ولا كونفيتور من الفوق ولا ثاني تجي بزاف شابه. كما شفتوا هنا حباباتي بسست هذاك السميد مليح مع الزيت. قلت لكم اللي تبغي تزيد مغرف تاع زبده ثاني تعطيها اضافه بزاف شابه. المهم حبيباتي هنا غادي نقلع كميه باش نرمد فيها هذوك الحريشات تاعي كيما راكم تشوفوا حبيباتي. ونكمل معاكم الوصفه. وما تنساوش راكم تتفرجوا، وما تنساوش ديروا جيم، واللي اول مره تزور قناتي دير اشتراك وتفعل زر الجرس، وثاني تبارطاجي القناه تاعي مع حباباتها وصحاباتها والناس كاع اللي تعرفوا. المهم حبيباتي كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما لميت العجينه تاعي هنا خليتها شويه طريه، يعني ماشي نلموها نجروها باسكو لو كان تجروا العجينه تاعكم ما تجيكمش، وثاني باش تخلوها يابسه ما تجيش شابه عفوا. المهم حبيباتي وهنا جبت هذا المول المدور اللي راكم تشوفوا، ونبدا نشكل في هنا نرشها بهذيك شويه تاع السميد اللي كنت قلعتها معكم بجهه، ونبدا نعمر في الحبات، يعني نشكلهم باش يجوني كاع حبات متساويين ويجي الشكل تاعهم مشباب. وهنا البنات نعطيكم نصيحه كي ديروا هذه الوصفه حاولوا ترقوا الحبه تاعكم، يعني ما ديروهاش غليظه. كي ديروها غليظه قد ما تعطوها وقت في الطيب وما طيب لكمش مليح من الداخل، تقعد شويه معجنه. بصح كي ترقوها تجي مقرمشه وتجي شابه وتعطيكم تجي الطبقه تاعها كاع طايبه. كي تحلوها في الوسط تجي تحسوها بلي طابت. بصح كي تكون غليظه كاع تنقصوا عليها وتعطوها الوقت كاع بزاف وما طيب لكمش كيما تبغوا. المهم باش ما تجيكمش معجنه يعني رقوا الحبه تاعكم. المهم البنات كما راكم تشوفوا هنايا جبت هذا لا غادي نحط فيه ونشكل كاع الحبات تاعي، نكمل كاع الكميه اللي عندي عاد باش نبدا نطيب فيها. نرش بهذا الشكل. واللي تبغي ثاني كديرها حبه كاع كبيره وتقلبها وتطيبها وتقطعها ثاني تجي شابه. نتوما تحكموا في الشكل، تقدروا ثاني تحلوها كاع وتطبعوها بالطابع، يعني ديروا شكل كيما بغيتوه. المهم حباباتي كيما راكم تشوفوا هنايا راني كملت شكلت كاع الحبات تاعي. وهنا الشيرات اللي عندها طاجين ولا اللي عندها مقله ولا كل وحده فاش طيب ديرها تسخن تنقص عليها النار. هنا اهم حاجه كي ديروا حرشه ولا ديروا مبسس تاع طاجين ولا مهم تنقصوا عليه تنقصوا على النار وتخلوه يطيب، تبقاو تقلبوا فيه حتى يتحمر لكم من الجوانب كيما راكم تشوفون حباباتي. هنا انا نقصت عليها النار وخليتها تحمرت في عقلها وجات بزاف شابه كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات كيفاه تجي طريه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاعي. ما تنساوش حباباتي ديروا جيم. الى فيديو قادم ان شاء الله.